السلام عليكم متابعين الغوالي. اليوم حبيت اشرح لكم عن تربية الافراخ من عمر يوم لحد ما تعبر مرحلة الخطر اللي هي عمر شهر. شنو اللي يحتاجه الفريخ؟ ما شنو يعني شنو اللي يحتاجه الفريخ شلون تخليه يوصل لحد عمر شهر وما تنطي هلاكات. الافراخ من عمر يوم لحد عمر شهر شوية نحسة، يعني تربيته مزعجة، يطلع لك فريخ ضعيف يعني يتعبك يلا يوصل لحد عمر شهر. بس اذا مشيت على كلامي وما يعني اذا مشيت على كلامي وعن نصائح مالتي، لا والله ما عنده خسارة تصير ان شاء الله. فريخ يمشي عندك سليم، تربية سليمة. طبعا شوف هاي هنا عندك عرب شمسي، هذا دراج، هذا فريخ الزغيروني، هذا قبوش، يعني كل انواع الحيوانات هنا. يعني ماكو شي صعب، ماكو شي والله هذا مستحيل يربى، والله هذا لا والله. شوف هسه انا اذا تشتغل الحرارة تطفي عندي، لان نخليه نظام تبريد بس ما يضرب مباشرة عليها. خلنا نحول على نظام التبريد وشوفكم شلون يجي التبريد. على هاي تبريد يضرب باتجاه ممر، هن صيارات بعزلة يوصلن هواء، بس مو هواء مباشر، يعني مو هواء مباشر حتى تذبح الطير او اسوي عنده تنفسية. يوصل هواء طبيعي يشتغل ويطفي القلوب، نظام طبيعي، نظام متحكم. هنا أنا اقصد بيه المتحكم، هذا شوف المتحكم يشتغل ويطفي طبيعي، ماكو اي مشكلة بالموضوع. هسه راح يشتغل المتحكم. طبعا انا منظمه على درجة حرارة 33.5 يوصل 33. هذا 33 وشوية اشتغل القلوب طبيعي، لان بهيج عمر مستحيل تخليه ويربى عندك الفريخ حركة طبيعية، ما عنده مشاكل. لان انت بهيج عمر مستحيل ان تربيه بدون تدفئة. يعني انت تقول والله اني احط له قلوب انارة وهو الجو حار، لا غلط اخوي العزيز. حرارة هنا عندك احسن 36 37، مليون بالمية الطير راح يضرب عندك، مليون بالمية الطير راح يضرب عندك تنفسي، يختنق الطير، ما يتحمل الطير درجة حرارة أقصى من الحد. هاي 33 درجة الحرارة. حاول دائما ننظمها بالنهار، حتى بالنهار، وبالنهار طبيعي يفصل القلوب ما يشتغل، يعني إن حتى إذا صارت راح توصل درجة الحرارة 34، يعني حتى لو شغل مبردة ما توصل أكثر، يعني ما تنزل عندي، يعني 33 حتى يشتغل القلوب، تبقى 34. الامور طبيعيه، بس مو انت مخلي ليها حراره. هسه حراره الجو عندنا بالعراق تقريبا بحدود 50 او 51. تعال فريخ انمو بشكل صحيح، لا غلط اخوي، غلط اخوي المربي. انت اهم شي الحلال عندك تدفئه نظاميه، وما يحتاج عندك يعني. وننتقل الى مرحله ثانيه. شو راح يحتاج الفريخ من عمر يوم لحد عمر 5 ايام؟ اهم مرحله بعمر الفريخ. لا تقول لي والله اني واتبع هواي شغلات او هاي، لا، هي تاخذ بكلامي تطلع عندك انتاجيه خير من الله. نسبه النفور والهلاكات ما يتجاوز 3%، يصير امورك طبيعيه 100%. اول ما يطلع الفريخ انا اخليه بالمنقص تقريبا 6 ساعات او 7. الفريخ يشد الرجلين مالته، لان الفريخ يكون رخو، ذيك عمر رخو حيل، يعني ما طلع اول 3 ساعات او 4، لا اخلي شويه يصير 6 ساعات وطلعه من المفقس. ورا ما طلع من المفقس طبعا اكيد منهل صغير، حتى الفريخ ما يغطط رجليه ولا يغط هو المنهل. خاصه انا عندي هنا اذا تلاحظون قبش، وهذا الصغير، وهذا الفريخ الصغيروني، هذا دراج، هذا اللي يتقدم على المنهل دراج. هذا دائما يغطي بالمنهل الكبير، فانا احاول اخلي مناهل صغار. المنهل صغير، هذا منهل صغير. اول ما اخليه 6 ساعات مي وشكر. المي والشكر شنو الدور مالته الرئيسي؟ عالم تسأل شنو دور المي والشكر؟ المي والشكر ينظف الامعاء مالت الطير من يبقى بالمفقسين. الضرق كرم السامع، والكشور، واللي يخرج من الامعاء مالته اللي هو نهاية الصرة مالته، حبل السري مالته،
فهذا ياكل لنا الافراخ، يعني تلقائيا هو راح يشتغل ضوء ناره بالفقاسه، فراح ياكل الفراخ، راح يظل بالامعاء مالته متحصن. فاني شو اسوي بالمي والشكر؟ المي والشكر هنا راح يسوي عمليه تنظيف للامعاء، تنظيف كامل للامعاء، يخرج الطير كانما امعاء صفر. 6 ساعات مي وشكر، حتى خاف واحد ما يشرب، خاف واحد ما ماخذ المي والشكر، فنظف الطير 6 ساعات بالمي والشكر. ورا ما نظفته بالمي والشكر ابلش عاديا انطيهن علف، والعلف راح اقول لكم شنو النوع اللي استخدمه. طبعا هي كل الاعلاف ممتازه، كل علف يفرق عن الثاني، الاعلاف كلها ممتازه، ما اقدر اقول لك هذا العلف وذاك العلف، وانا استخدم علف انت تستخدم غير علف. هنا أنا ما دا اسوي صيت الشخص ولا دا اروج الشخص، بقدر ما انه بيها فايده لك. وحاول يعني لا تسمع كلام هذا وذاك، بس انت الشيء اللي تقتنع به سوي، يعني هو كل واحد وقناعته الشخصيه يعني، مستحيل انا افرض عليك فرضيه. فهسه راح انتقل لك للعلف، تصوير للعلف، واشوفك شنو مميزات العلف وليش يفرق عن بقيه الاعلاف. راح انتقل للعلف. طبعا اني الاعلاف مالتي اعلاف ابو عبد الله، اعلاف ابو عبد الله للجاد الزينه. ماخذ يعني اسم وصيت كلش كبير بالعراق، وعلفه دائما استيراد، يعني يوزع للكويت، السوريا، اعلاف غني، يعني العلف مالته غني عن التعريف. مستخدم انا صار لي تقريبا وياه يعني قرابته حيصير لي 8 اشهر الى 9، يعني فرق عندي كلش عن بقيه انواع الاعلاف بدون ذكر اسماء بقيه الاعلاف. بس علف راقي كلش بمراحله كلها، مرحله ثانيه وعندي مرحله ثالثه. مرحله ثالثه هاي تصير لونها احمر، بسم الله، كلها مستخدمه. هذا بياض، حتى خاف يقول انا بس دا استخدم علف واحد، لا كل الاعلاف بياض. عندك هذا علف نباتي بياض ثانيه. طبعا انا اسحب من عنده كميات، لان انا استخدم، لان عندي حاضنات وعندي هذا، فاسحب من عنده كميات كبيره. هاي انا مخليهن على سكيبه، قبل لا اخص الحمل اقص من عنده حمل ثاني. ابو عبد الله للاعلاف، هذا الرقم مالته، اي واحد يحب يتواصل وياه يعني ما يبخل على اي واحد، سريع بالرد، عنده خدمه توصيل مفرد وجمله، وشخص انسان يعني غني عن التعريف مثل ما قلت، مو ترويجا لاسمه ولا ترويجا للشخص الكريم، لا، بس اقول لك يعني علف مضبوط. وهسه راح اقول لكم شنو المميزات اللي بالعلف. طبعا انا عندي هواي فيديوهات للافراخ، كبار وصغار وقبش ومختلف الاحجام. دائما يعني هسه دا انشر بقناتي بيهن. هذا الدرات قدامكم يمشي. علف ابو عبد الله، الكبسه مالته تجي قسم من عنده استيراد من عمان، يعني المواد اللي داخله بالعلف تجي استيراد من عمان. هاي الميزه الاولى. الميزه الثانيه هو علف نباتي، يعني ما يحتوي على مواد مثل ما نقول يعني تعبانه او اكسباير او شيء تضرب الامعاء مال الطير. انت اهم شيء بمراحلك الاولى تحافظ على امعاء الطير، تقول انا اهم شيء غايتي الاولى والاخيره احافظ على امعاء الطير. فانت عندك هذا علف سليم، يعني حافظ لك على امعاء الطير. احنا قلنا اول شيء ننظف بالمي والشكر 6 ساعات او 7، كيفك 6 ساعات يعني كلش حلوه. ورا 6 ساعات ابلش بالعلف، اقطع علف. معلومه للعلف، العلف ما يتخلى بمكان حار، لان انت حتى لو رحت لابو محل مثلا جبت احنا نقول اعلاف الشرق الاوسط، جبته هو اعلاف حلوه، اعلاف اغلب الجنة يقول لك انا علف حلو، احنا داخل مناطقنا بالتاج وبالهذا، بس انت ابو المحل يجوز مخزنه بالشمس، ضربوا العلف اذا تخلى بالشمس انتهى، ضربوا العلف، صار العلف اكسباير، صارت الماده البي تذبح الطير من الورد للورد. فاني ليش اسمه جازف بالاسم الحلال مالتي؟ قلت لك اهم نقطه بالعلف، اذا تيجي تشتري علف اشتري كيس من المعمل، او اشتري يعني او اخذ من اي ابو محل، بس اكون محل ما مخزن بمكان حار حتى ما يضربوا مع الطير. فابو عبد الله، نرجع لموضوع ابو عبد الله الكبسه مالته جديده اول باول. احنا دائما نخزن، انا قلت لكم مكان بارد، يعني شفت الافراخ تشتغل حاضنه، يعني درجه الحراره عندي هنا بالغرفه تقريبا 30 درجه الحراره، 30 بالغرفه،
كلش حلوه، 30 او 31 كلش حلوه بالنسبه للعلف وللافراخ لبقيه الحيوانات كلش حلوه. استخدمت العلف، مشت امورك طبيعيه. وانا ما استخدم العلف انطي التهاب صره، كالسيوم تريد تنطي فيتامين، في كالسيوم كي 3 دي 3، هاي انت بعد يعود لك. اهم شيء هو كالسيوم ينطي التهاب صره وانطي كالسيوم. هو العلف مال ابو عبد الله مدعم بالكالسيوم، مدعم بالتهاب الصره، بس احنا ننطي كميات قليله يعني خاف العلف ما يشتغل، يعني العفو الماده الكالسيوم او هذا ما تشتغل على الطير. مثلا اكو فراخ هو امعاء هو تعبان هسه عسل، مخارج مال الطير كلش نظيفه، مخارج الامعاء مال الطير كلش نظيفه، هذا عمره تقريبا يومين، مخارج سليمه 100%. فنقول اذا ما اشتغلت فانت تخلي التهاب صره وكالسيوم لمده 3 ايام، من 3 الى 5 كلش حلوه بالنسبه للطير. و من تكملهن تنطي اي دي 3 باليوم الثالث او اليوم الرابع، لان انا اي دي 3 هنا الطير مرات اكو بيه ما يسحب علف او هو ضعيف بنيته، فالاي دي 3 هنا راح يعزز عنده يعني شلون ما يخلي ايل يعني طير ضعيف او بسرعه يسقط او سيقانه هزيله، لا فراخ يمشي عندك بالساق سليم. هنا التربيه راح تختلف عندك، راح تحس اكو فرق. وين انا قبل استخدم علف ضاربة الشمس، وين انا استخدم علف جديد، مع علم هو هم اسعاره حلوه، يعني يطلع الكيلو مالته هو الكيس ب 33 واصل يعني كل المحافظات تقريبا يمكن 33 او 34 ما يزيد عن هذا، 25 كيلو وزن الكيس. بس يعني حسيت الفرق كلش حلو عليه، يعني العلف الحمد لله والشكر خسائري من مجموع هسه الفقسه يمكن تقريبا 30 مجموعه 30 2 او 3 بالزايد عندك خسائر. اللي يطلع ضعيف هو من المفقس اساسا، يعني يطلع فراخ ضعيفه وبيضه ضعيفه عنده خساره تصير بيه. بس الحمد لله والشكر يعني انا لحد الان ما عندي ذاك الخسائر العاليه، ما عندي ذاك النفور العالي، حلالي نظيف، مفقستي نظيفه. طبعا هي الفقاسه المعلومه، يعني انت نحكي العلف ونحكي التهاب صره، بس الدور الرئيسي المفقسه اذا كانت نظيفه واذا كانت تعرف تفقس وعندك خبره بالتفقيس، طبعا هو الدور الاول والاخير. واذا كان جو دجاجه وبعد هو شيء رباني ما عندك اي مشكله به. شوف هسه انا مخلي هنا المعلف مفتوح حتى ما يعصر راسه ياكل هو ويشبع، بعدين وين يعبر عمره 3 ايام هيك 4 اسده راح يقوم يبحث وينثر بالقاع، ما اريد ينثرهم بالقاع الاكل. هنا شوف طبيعي، هنا انا خليت التهاب صره وخلي هنا كالسيوم، الامور عندي طبيعيه الحمد لله، نشاط خير من الله، افراخ حلوه ونشطه. فهنا هنا عندك يعني تقريبا شبه المعلومات ان شاء الله وصلتك بشكل تمام، يعني ما عندك اي مشكله بيها، تتبع المعلومات هاي يعني يصعد حلال خير من الله، صحه خير من الله، نشاط خير من الله. واتبع بكيفكم، يعني انا اللي الشخص اللي قدم له المعلومه ان مشى بيها هو حر، وما مشى بيها هم هو حر. بس انت اذا تريد تربيه سليمه قلت لك العلف السليم، التغذيه السليمه، وبعدين انتقل وياكم من عمر 10 ايام وورا شو راح استخدم، شو راح اسوي بهاي الايام. طبعا انا احكي لك هاي من عمر يوم لحد عمر 5 ايام، التهاب صره كالسيوم نتبعهن. من ال5 ايام ورا اكو بعد ارشادات ثانيه راح نتبعها من 5 ايام ورا، ان هنا راح يفقد المناعه الاميه اللي هي احنا نصيح لها مناعه مكتسبه من عمر يوم لحد عمر 5 ايام و6 ورا الاسبوع شو راح يتحول، وشنو الشيء راح نستخدمه ان شاء الله. راح انشر لك مقطع ثاني نستخدم بيه شنو الشيء راح نستخدمه، وشنو الاشياء اللي راح تفيد كتكوت حتى يوصلنا الى نقول الى مرحله انه نستفاد من عنده ويصير مردود مالي انه والتربيه الافراخ او الصيصان مردودها حلو، ترى مردودها مالي حلو جيد للي يشتغل صح، للي يربي صح. يعني انا باول ما بلشت بيها هوايه، هسه صارت لي شبه يعني شلون مثل المهنه مصلحه، يعني انا عايف كل الشغل وعندي مفقس
وعندي هذا فملتهي بهن، يعني ما عندي اي ارتباط عمل ثاني. يعني عندي هذا صارت شلون شغل الي خاص، يعني محمية خاصة الي، افقس للعالم وافقس الي. طبعا انا هم عندي مفاقسي للعالم والي، مو بس الي خاصة يعني. فقلت لكم يعني حتى فراخ العالم يعني ولا هم استغلوها فرصة، يعني تربية الافراخ. انا مثلا استقتل الافراخ ما سوى عليهم على العالم، مرات يبقون يم اسبوع 5 ايام 6، وبس اكو بيهم ناس لا تستغل الموقف، باقي يم شهر تغلس ما تجي على حواوينها. بس اني كل هذا تعب، كل هذا العناء، اني مو هدفي يعني مادي او منفعه، يعني اكو بيغلس ما يجي على فراخ، اقدر ابيعها، اقدر اسويهم مردود مالي وابيع عادي طبيعي، ما عندي اي مشكله. بس اول شي بخافة الله، ثاني شي هذا حيوان ماله اي ذنب انه اني اهمله او شي، اعتبره حلالي دائما، اي حلال يجيني اعتبره حلالي الخاص، فاعتني به عنايه خاصه. فاغلب اللي يفقسون يمي يعني يترحموا لي على العنايه والتربيه الصحيحه، والحمد لله والشكر. يعني انا من فضل الله فضل يعني ابو عبد الله وهذول اللي تعرفت عليهم، وصلت المرحله نقول 50 الى 60% بالتربيه، يعني التربيه الصحيحه، وان شاء الله بعد تقدم، يعني ما نبقى على نفس المكان نراوح بيه ونرجع، لا اريد اوصل للمرحله ان شاء الله اعلى واعلى ان شاء الله، وكون محميه كبيره. يعني انا مسوي محميتي صغيره بالمواصفات الى محميات العالم وترتيبها، لا محميتي صغيره يعني ما تعدى ربع المحميات اللي حالتهم متمكان. حالتي مو ذاك اليسر، يعني ضعيفه حالتي، بس الحمد لله والشكر بنيت مشروعي من الصفر، وهسه الحمد لله واقف على رجلي والحمد لله والشكر. ودائما نحمد الله على كل شيء، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة ومعلومات مفيدة، وما ننسى بس دعائكم. ما آخر شيء بس نقول، بس نريد منكم دعاكم لنا بالرزق، هذا أهم شيء لي بالنسبة لي، بس دعاكم لي بالرزق. الله يرزقنا ويرزقكم إن شاء الله، ومشاهدة ممتعة إن شاء الله. وتحياتي لكم، أخوكم الجناي أبو ماريا.